السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم مع بعض ألذ واطعم ايس كريم ممكن تنفذوه بتوبنج خطير. ايس كريم الفراولة. عايزه اقول لكم حاجه كده في منتهى الجمال. لايك وشير وسبسكرايب ويلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نسمي الله ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي مع بعض. بسم الله. وبسم الله. ومعايا في البداية في طاسة أو كسرولة وهنزل فيها ب100 جرام من التوت الأسمر. زي ما شايفين كده هنعمل مع بعض في البداية التوبنج الخطير. ومعايا كمان 200 جرام من الفراولة، يعني الفراولة ضعف التوت. جربوا التوبنج ده رهيب يا بنات. معايا هنا كمان نص كوباية من السكر الحبيبات، ونقدر نخليها ربع كوباية وبس. انا دايما بعمل التوبنج بتاع الفراوله باقل من كده من السكر، فلو انت حابه تقللي وتخليها ربع كوبايه مفيش مشكله خالص. على البوتاجاز وعلى نار هاديه جدا، يعني مش بعلي النار تماما. شايفين معايا بتبدا ان هي تنزل الصوص بتاعها بالشكل ده. هنا بوريكم ان النار بتكون اهدى حاجه. عصره نص ليمونه ونص ليمونه صغيره جدا، دي بتعادل معانا الطعم وكمان ماده حافظه محترمه جدا. عايزه اقول لكم نقدر نعمل التوبنج ده بالفراوله وبس، يعني مش لازم توت خالص. لو متوفر عندك فراوله هتقدري تعمليه بكل سهولة. ومعايا نص كيلو من الفراولة زي ما شايفين كده. الفراولة لازم تكون فروزن مجمدة من الفريزر، يعني مجمدة جدا. معايا في الخلاط وبنزل بكمية الفراولة بالشكل ده. في بعض من الفراولة بيكون القلب بتاعها من جوه ابيض، وهنا انا فرمته في الكبة الصغيرة. تقدري تحطي المكونات بتاعتك كلها في الكبة الكبيرة وتفرميها، لكن دايما انا بستخدم الصغيرة دي. عاوزه اقول لكم بقى ان انا لقيته تقيل جدا جدا في الخلاط، وبصراحه انا خفت عليه فنقلته على طول في الكبه. وبدات ان انا افرمه بالشكل ده، لان عايزينه من غير اي اضافات تماما، ولا ميه ولا لبن ولا اي حاجه. شفنا مع بعض التوبنج هنا. التوبنج خلاص استوى وبقى تمام وما شاء الله عليه. بنسيبه يبرد تماما جانبا. ومعايا هنا الفراوله فرمناها كويس جدا جدا. وعايزه اقول لكم طبعا لو عندك الهاند بلندر استخدميه، انا كنت مستخدماه معاكم قبل كده. معايا هنا نص كوب من الكريم شانتيه. هنا النص كوب ده انا مستخدمه ربع كوب من الكريم شانتيه الخام وربع كوب من الكريم شانتيه المحلى، لان كانت اخر كميه عندي من الكريم شانتيه الخام. علشان كده انا هضيف لها معلقتين اتنين بس من السكر البودر، مش اكتر من كده. لكن لو انت بتستخدمي الكميه بتاعتك كامله نص كوب من الكريم شانتيه الخام، استخدمي معاهم من 5 ل6 معالق سكر بودر. عليهم ضفت ربع كوب من اللبن الحليب المثلج. طبعا تقدري تستخدمي مكانها ميه مفيش مشكله تماما. وما تزوديش الكميه عن كده خالص، يعني ما تخليهوش سايله معاكي بالزياده. لا، احنا عايزين خليط كريمي متماسك، ونخفق كويس جدا جدا لوقت ما تبقى معانا الكريمه مظبوطه وتمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزه اقول لكم كمان انا ضفت معلقه من الحليب البودر، حلوه جدا جدا مع الايس كريم وبتدي طعم خطير. وهقول لكم على بدايل دلوقتي معانا كمان. كوب من الزبادي احب ان انا اضيفه بالشكل ده. لو بتستخدمي علبة كبيرة او كوب كبير استخدمي معلقة كبيرة هرمية وخلاص تمام. لو حابين نستبدل السكر البودر والحليب البودرة نستبدلهم بايه؟ نستبدلهم بالحليب المكثف المحلى. طبعا عملنا مع بعض ايس كريم كتير بالحليب المكثف المحلى. هسيب لكم ان شاء الله الفيديوهات في صندوق الوصف، واكيد هتظهر معاكم في علامة الاي. على الخليط الكريمي نزلت بنص الكمية بتاعتي من الفراولة البيوريه اللي احنا فرمناها كويس جدا بدون اي اضافات تماما. وبعد كده هنزل بباقي الكمية، يعني نزلت بيهم على مراحل. عايزة تنزلي بيهم مرة واحدة مفيش مشكلة خالص. نكهة الفراولة بتكون خطيرة قوية جدا وحلوة جدا. بنقلب بالشكل ده. خلاص كده الخليط معايا جاهز وتمام. هنا بوريكم اللون بتاعه، وهنا على الطبيعة حبيت ان انا اوريكم اللون بتاع الايس كريم على الطبيعة تحفة ما شاء الله. حبيت ان انا اعزز اللون معايا بنقطتين من اللون اللي هو الجل الغذائي، طبعا مصرح بيه وامن جدا، استخدمناه مع بعض كتير قبل كده وقلبتهم كويس جدا. ما حبيتش ان انا ازود او انا عايزه اللون ده. وفي علبه تكون جافه ونضيفه تماما، ونزلت بالخليط بالشكل ده. وطبعا بديله برضو خبطتين كده محترمين واظبطه. وبعدين ابدا ان انا انزل بالتوبنج. ممكن برضو ان انت تضيفي نص الكمية من الايس كريم، وفي الوسط تضيفي من التوبنج مفيش مشكلة خالص. لكن انا نزلت الكمية كلها وبعد كده نزلت بالتوبنج. بس عايزة اقولك علشان ما شاء الله التوبنج بتاعنا تقيل وقطع، فكان بينزل في الايس كريم من الوسط ومن القاع.
خطير. عايزه اقول لكم طعمه مع الايس كريم يجنن. وده كده شكله تمام النهائي، وهبدأ ان انا اغطيه كويس جدا جدا. لازم تكون العلبة اللي هنستخدمها تكون محكمة الغلق علشان ما يجمعش معانا اي كريستالات تلج، ونلاقي واحنا بناكل الايس كريم كده فيه تلج او على الوش بتاعه تلج. بدخله التلاجة قد ايه او الفريزر؟ بدخله الفريزر حوالي 6 ساعات، مش اقل من كده خالص. ممكن تعمليه الصبح وتقدميه تاني يوم او بالليل، مفيش مشكلة تمام. كل ما تسيبيه بيبقى احلى معاكي. ومعايا هنا كوبايه فيها ميه والايس كريم سكوبر اللي هي معلقه الايس كريم، وببدا ان انا في البولات اللي انا هستخدمها. وما شاء الله على الجمال، خطير. شايفين البوله طالعه عامله ازاي من الايس كريم؟ تحفه. والوانات التوبنج اللي احنا اضفناها على الايس كريم مديه معانا شكل خطير. عملنا مع بعض قبل كده ايس كريم التوت لوحده والفراولة لوحدها، والنهاردة عملنا ايس كريم الفراولة بس بالتوبنج بتاع ميكس التوت والفراولة سوا. اعملي لاولادك وجربي، ومفيش احلى من الايس كريم والحاجات الجميلة دي في حر الصيف، ترتب على قلبنا وقلب اولادنا. وبدل ما يخرجوا يشتروا حاجة من بره مش مضمونة وكلها مواد صناعية والوان صناعية ومش طبيعية خالص، لا، اعملي في البيت حتى لو باقل الامكانيات. انا عامله معاكي النهارده ايس كريم بنص كوبايه بس من الكريم شانتيه، وتقدري تستخدمي بدل اللبن الحليب ميه، مفيش مشكله خالص. تقدري تستغني تماما عن الزبادي لو مش متوفر عندك، مفيش مشكله، لكن انا بحب نكهته مع الايس كريم ومع الفراوله. يعني بالمتوفر عندك واعملي، ما توقفيش نفسك على حاجه تماما. اهم حاجه تسعدي اولادك وبيتك وزوجك وتروقي عليهم بالمتوفر عندكم. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، اشكركم جدا والسلام عليكم.